زعما راه تلاقيت معاه صدفه وشفتو صدفه وقال لي صدفه، كل شيء بقدر الله. خصنا نعرفوا انه لا تطلع الشمس ولا تغيب الا لشيء امره عجيب. ما كاينش شي حاجه الا بامر الله تعالى. كنقولوا التقينا بقدر الله. خرجتي من شي شارع تلقيتي واحد في شي جهه تقول لقيتو صدفه. الصدفه ما تجمع ما تفرق. الصدفه هي اللي كنقول الصدفه ديال كانت الفيستا، هذه هي غنتصدفوا بها. هذيك بامر الله تعالى. يعني موسى عليه السلام شي مره تقلق وقال يا رب وريني القبر ديال ادم، هذا في الصحيح. قال لي اريد ان اعرف قبر ادم، دلني على قبره. الله قال لي سير. طلب الله تعالى، مشى هو ينادي يا ادم ويجاوبه. قال لي انا. قال لي من؟ قال انا موسى. قال لي انت موسى بني اسرائيل؟ قال نعم. قال لماذا جئت؟ قال جئت اسالك لماذا اكلت من الشجره؟ علاش انت اكلتي من الشجره ونزلتينا لهذه الارض ولينا مضاربين مع بني اسرائيل؟ احنا كنا في الجنه. اشنو؟ قال لي يا موسى الم تقرا في الالواح ان الله قد كتب علي هذا قبل ان اخلق ب40 سنه؟ قال نعم. قال فلما السؤال؟ فالكتابه سابقه وليست سائقه. انت قريتي في الالواح ان هذا الشيء كتبوا عليا الله قبل ب40 عام، باقي كاع ما خلقت ان غادي ناكل من الشجره وننزل الارض. ورا الله تعالى قبل ما يخلق ادم قال اني جاعل في الارض خليفه. هو دوا انه غادي يجعل في الارض شي مخلوق. اذا راه قالها قبل ما يكون والو، اذا معروف راه غادي يمشي بداك السيرك اللي داروا سيدي ربي. اذا هذه ما نقولوا الصدفه. اذا ادم ما كلش من الشجره صدفه، وابليس ما وسوسش ليه صدفه، وحنا ما نزلناش للارض صدفه، وهذا الطاقه اللي جيتوا عندي تلاقينا اليوم ماشي صدفه. ما كاينش ولا حكيتي راسك دابا كره ماشي صدفه. شتي اي حركه اي رمش اي حركه موجوده في هذه الارض ليست صدفه ابدا. كل شيء بقدر الله. وحنا كنقولوا لا حول ولا قوه الا. علاش كنقولوا لا حول؟ معنى لا حول كيقولوها الناس بزاف وما يعرفوهاش. لا حول معنى لا تحول ولا قوه. اذا داك التحول كيحتاج لقوه لطاقه. ملي كتبغي تحكي راسك نحك راسي، اذا كنهز يدي هذا الرفع ديالي دابا 50 60 سنتيم باش نوصل هنا كتحتاج القوه. اذا بامر الله. اذا لا حول ولا قوه الا بالله. اذا كل شيء بامر الله تعالى. الصدفه لا تجمع ولا تفرق، انما الذي يجمع ويفرق هو الله. ولذلك موسى عليه السلام ملي سلا من مدين وغادي يرجع اش قال له سيدي ربي؟ وجئت على قدر يا موسى. ملي مشى سمع شاف الشجره وناديناه من جانب الطور الايمن. ما كانش فاصل، وكان غادي لجهه اخرى، ولكن اتسمع ويمشي يشوف. قال الاهله اني انست نارا. كان غادي في الطريق ويشوف واحد بحال النار وهي الشجره. لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. انست مشتقه من الاستئناس، لان الانسان هذه كلمه الانسان من جات من الاستئناس، ماشي من النسيان، من الاستئناس. من طبيعه الانسان يريد ان يقترب ويستانس، كيبغي يتجمع. ولا شفتي شي انسان شي مخلوق بعيد ما كيبغيش يتجمع مع الناس، هذا راه خصو طبيب نفساني. الا شفتو كيبعد ما كيدوي مع احد وكيسد عليه في شي بيت بوحدو، هذا مريض خصو يتعالج. لان الانسان بطبعه خصو يكون اجتماعي. ولذلك سمي الانسان من الاستئناس، يعني من الاقتراب. استأنس اقترب. والعكس ديالو الاستيحاش، جاي من الوحوش. الحيوانات البركه ملي كياكلوا شي فارسه كل واحد كيخطف طرف ويمشي بعد. احنا البشر الله تعالى خلقه في احسن تقويم، كيبغي يتقرب في الاعياد والمناسبات. كيفاش كنبغيو حنا؟ كنبغيو نتجمعوا ونضحكوا ونقربوا لبعضياتنا، ماشي نتفرقوا. وفين ما شتي شي واحد كيعرف شويه الدين وبعد من عباد الله، هذا راه خصو يتعالج. ملي كيكون غير متدين مثلا، كيكون معاهم اي الدين يبدا يبعد من الناس وبعدوا انتم، هذا خصو يتعالج. بعد هذا يرجع عند الناس، خصو طبيب نفساني. لان بالعكس هنا فين خصو يقرب من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي ما سأل عثمان بن أبي طلحة قال يا رسول الله إن نفسي تأمرني أن أترهب في الجبال، نمشي نبعد. فقال مهلا يا عثمان، إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المؤمن اللي كيخالط الناس وكيصبر على الأذى ديالهم ويتخلط، هذا أحسن من ذاك اللي كيبعد من عباد الله. لأن اللي كيبعد من الناس هذا كيكون لقمة سائغة في فم الشيطان. يبعدوا علاش؟ كيوحي لابليس انه ولا احسن من عباد الله، وانه كيشوف اللي ما كيشوفوش الناس، وانه كذا، حتى كيدخلوا لجهنم. ولذلك ملي كيبعد عليكم بالجماعه في الحديث، انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. كل ما بعد الانسان من الناس واعتزلهم وانفرد برايه بوحده، كيصبح في جيب الشيطان عنده ديالو. وكل ما اقترب من الناس كيكون قريب منه. هذا الاصل. اول حاجه كما قلنا في الاول، السعيد من سعد في بطن امه، والشقي من شقي فيها. السعادة
اذا كان الانسان سعيد واخا تجي التعاسه هو كيصنع السعاده كيصوبها. يقدر غير واحد بغى يكون سعيد يقدر سعيد بوحده، وبغى يكون تعيس يتعس. دابا اي واحد بغى يصنع السعاده يقدر غير في دارو كيدخل مبتسم، هذا شرط من السعاده. كيغير ويدير شي حاجه، يدير شي حركات باش يضحك وليداته، يدير. اذا هذا كيحاول يصنع السعاده، لان السعاده فعلا تصنع. السعاده المحيطه بنا نحن نستطيع ان نصنعها ونصوبوها ونقدروا. وتقدر السعاده، ونقول لك حاجه، المغاربه كلهم طيبين. شوف غير انت ملي كتكون في الطريق كتسوق وغلطتي على شي حد وتقلق كتلافسي كتبتسم تقول اسمح لي، في ساعه كيمشي. المغربي غير كدوزو على راسو ما فيش الحقد، كيفضى غير ضحك له تقول له انا اللي غلط في بلاصه كيبتسم يقول لك انا اسمح لي غير كيمشي. اذا السعاده حنا اللي كنصوبوها الا بغيناها، ولا بغينا نديروا التعاسه كنصوبوها. كاين اللي عنده كل شيء وما عنده والو، وكاين اللي ما عنده والو وعنده كل شيء. فهمتيها مزيان؟ كاين اللي عنده كل شيء، الخير كله عنده، وما عنده والو حيت ما بغاش السعاده. والسعاده تجلبها القناعه، هي القناعه فاحفظها تكن ملكا. ولذلك الامام الشافعي كيقول شي كلام زوين ديال السعاده: دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثه الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الاهوال جلدا، والشيمه كالسماحه والوفاء، وإن عظمت ذنوبك في البرايا وصرها أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فليس في النار للظمآن ماء، ورزقك، هذا هو الشاهد عندنا، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، إذا كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. إذن هذه السعادة بالقناعة. ملي كتكون قنوع أنت سعيد، كتقول هذا الشيء اللي جاني دابا بغاه لي الله، وملي غادي يجي الوقت ديالو راه غادي يسر لي الله. إذن كل حاجة بالتيسير. ملي كنعرفوا كل من عند الله كنعرفوا أن كل شيء ميسر. وملي كنقولوا علاش وهذا وعلاش أنا درت وما عندي زول، ولكن كان ما عندي زهر وكاع الناس داروا وأنا ما درتش، هذا بعيد على القناعة، بعيد على التوفيق. لأن التوفيق من الله تعالى. ملي كدير السبب وتشوف حاجة تعطلت، عرف أنها لحكمة يعلمها الله. ما كاينش شي حاجة كتأخر إلا لحكمة. إذن هذا الشيء خصنا نعرفه. ملي كيكون عندنا اليقين بهذا الشيء كنعيشوا في السعادة. والسعادة ليست بالمال لا علاقة للمال بالسعادة أبدا. المال هو غير كيسهل الطريق كينعمها، ولكن السعادة ماشي بالمال، السعادة بالقناعة. السعادة كيصنعها الإنسان. قد يكون السعيد فقيرا وقد يكون غنيا. يقدر واحد الإنسان يدخل عليه المال فجأة يقدر يبرزطو، يقدر يقول ما كاينش اش غندير غدا اش كذا، ويقدر راه كل واحد فين حطو سيدي ربي. كاين اللي الله تعالى سعده بما أعطاه بهذاك. ولذلك يقول صاحب: من ذا الذي قد نال حرحة سره في عسره إن كان أو في يسره، فلربما يشقى الغني بماله أضعاف ما يلقى الفقير بفقره، فأخو التجارة خائف ومراقب مما يلاقي من خسارة سعره، وأخو الوزارة خائف مترقب مما يلاقي من نوائب دهره. تالله لو عاش الفتى 1000 من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعم عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا تجري الهموم بفكره، ما كان ذلك كله بما يفي بمبيت أول ليلة في قبره. يعيش 1000 عام وما خاصو حتى حاجة، نهار يدخل القبر بحال ما عمره كان. إذن لا الغنى كيجيب السعادة ولا المنصب يجيب السعادة. السعادة كنز لا يجده أحد إلا بالقناعة. الطريقة ديال السعادة هي القناعة، يكون قنوع. هذه السعادة. الله تبارك وتعالى في المخلوقات أمرنا بالنجتهدوا وأمرنا نتحركوا. هو الأسباب هذه من ضمن الأسباب اللي خصها تكون، حيت إلا بغيتي الحاجة توصلك كدير سبب باش كتب لك واشنو غادي تاخذ. هذا الشيء امر الله تعالى. فالناس اللي كيقول لك علاش غادي حنا ندير الى الله مكتب علينا شي حاجه، علاش غادي مثلا بحال الحديث المعروف الذي رواه ابن قال: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك
فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد.